السلام عليكم. في الريكورد اللي فات اتكلمت عن الاستغفار. في الريكورد ده عايزه اتكلم عن موضوع كده. كنت من فتره بتكلم انا وصاحبتي، فكانت بتسالني بتقولي هو ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل اللي في موت. فيعني رديت عليها قلت لها ربنا سبحانه وتعالى جعل اللي فيه موت عشان يبين ان هو بس اللي باقي، اللي يفضل معاك لاخر ثانيه في عمرك. مش باين عشان حد، هو غني سبحانه وتعالى، بس يبين فايدة ليك انت، بحيث انك تلجأ له في محنتك، في ضعفك، في شدتك، في فرحك، في حزنك، في كل اوقات، في كل الاوقات، بحيث انك يعني بمعنى اصح ترمي كل حمولك عليه سبحانه. هو بس اللي عالم بيك وبأحوالك وبضعفك وبقوتك، عالم بكل حاجة فيك. هو بس اللي هيقدر يساندك، هو بس ظهرك، هو بس حمايتك، هو بس الأمان بالنسبة لك، هو بس الاطمئنان، هو كل حاجة بالنسبة لك. هو بس اللي هيفضل معاك لآخر ثانية في عمرك، يعني كأهل كأصحاب هيموتوا، يعني ده الطبيعي، دي الحاجة الحقيقية اللي في حياتنا. لكن ربنا سبحانه وتعالى هيفضل معاك، هيفضل معاك، هو بس اللي باقي. فأنت خلي ربنا سبحانه وتعالى هو سندك وحمايتك اللي في الدنيا وفي الآخرة كمان. ارمي توكلك عليه، خليك معاه دايما، لأن اللي هو مصدر السعادة هتبقى معاه هو بس سبحانه. كن مع الله ولا تبالي. السلام عليكم.